النادي الأهلي المصري يفكر في فسخ عقد وسام أبو علي والاستثمار في صفقات جديدة استعدادا لكأس العالم للأندية، وإليكم كل التفاصيل في تطورات مثيرة تشهدها سوق الانتقالات المحلية والدولية. أعلن النادي الأهلي المصري عن تفكيره الجد في فسخ عقد المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي صاحب 26 عاما، وذلك بعد تراجع أدائه الملحوظ خلال الفترة الأخيرة. وجاء هذا القرار في إطار استراتيجية النادي لتعزيز صفوفه استعدادا للمنافسات القارية، خاصة كأس العالم للأندية المقررة في الأسابيع المقبلة. سجل أبو علي الذي انضم إلى صفوف النادي الأهلي 3 أهداف فقط في آخر 8 مباريات خاضها، وهو رقم اعتبره مجلس إدارة النادي غير كافي في ظل طموحات الفريق بظهور بوجه ممتاز خلال كأس العالم للأندية. كما أن القيود المتعلقة بعدد اللاعبين الأجانب المسموح بهم في الدوري المصري دورا محوريا في هذا القرار، حيث لا يسمح للأهلي بالتوقيع مع لاعبين جدد إلا بعد إخلاء مقاعد الأجانب الحاليين. عادل بولبينة الموهبة الجزائرية التي تخطف الأنظار في خطوة تراهن على المستقبل، يتجه الأهلي إلى محاولة جلب الموهبة الجزائرية الصاعدة عادل بولبين صاحب 21 عاما، الذي أظهر أداء استثنائيا بتسجيله 15 هدفا في 19 مباراة فقط مع فريقه الحالي. ولا يخفى أن المنافسة على توقيع بولبين شرسة، حيث أبدى نادي أياكس أمستردام الهولندي اهتماما واضحا به، كما دخل نادي الزمالك المصري أيضا على خط المفاوضات. لكن الأهلي يعول على تفوقه المالي والتنافسي لإتمام الصفقة لصالحه، مما سيمنحه دعما هجوميا قويا. مصطفى محمد الهدف الثاني لتعزيز الهجوم. يبدو أن إدارة الأهلي تتبنى خطة لمواجهة المنافسات الدولية عبر الجمع بين تجديد الدماء الشابة وتعزيز الخبرات المحلية. ومع اقتراب كأس العالم للأندية، تصبح كل صفقة محسوبة خطوة نحو تحقيق حلم الجماهير بالمنصات العالمية. إلا أن التحدي الأكبر سيتمثل في إدارة ملفات الانتقالات بسرعة وحكمة، خاصة مع وجود منافسين أوروبيين وعرب على طاولة المفاوضات. بهذه الخطوات، يؤكد الأهلي مرة أخرى سعيه الدائم للهيمنة على الساحتين المحلية والقارية، مستثمرا في مواهب قادرة على صنع الفارق في اللحظات الحاسمة.